بالصلاة على النبي، قعدة الصبايا تحت الرعريعة ولا جاتكم شروة ولا جاتكم طينة. الله جاتكم مصيبة مطرح ما رايحين، وشغل الطين اللي شغالينه ده يولع فيكم بجاز. ما القعدة اللي أنا قلتها لكم أقسم بالله أنتوا الجوز ولا واحد فيكم ينفع. لو قعدة الصبايا تحت الرعريعة ولا جاتكم شروة ولا جاتكم بيعة. ايه وراكم؟ معلش كوباية الشاي يا حاج. لسه كنا شاكين فيك حاج بركه، نقول الحاج بركه راجل زين ولا شيخ عرب، وجاب لنا اللحوم وجاب لنا كل حاجه زينه. تبارك الله. وانت كمان كنت تقول ايه؟ قلت الحاج بركه فيش انظف من اللون اللي هو اختاره. بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله ما شاء الله، وخربتوها وقعدتوا على تلها انت الجوز. ايه اخبارك في المنيسه والبيت؟ المعايش خليكم في معايشكم، اذا كان سايبيني وانا طالع وانتم ما بتشتغلوش واخدين تحكوا. ايه يا حاج احنا تونا مقامزين. تونا مقامزين، شربنا قهوه حتى كوبايه الشاي سخنه. الحاج قاعد يشكر فيك الراجل ويقول الحاج ده ما فيش زيه ولا في الوانه ولا في حاجه. الوان ايه؟ ده انتوا حتى الطفل بتاع الشاي قعدتوا تصفوه 3-4 مرات. ايه كنتوا تعملوا بالشاي بتاعي؟ ايه كنتوا تعملوا؟ ايه كنا نعمل يا حاج؟ حتى السكر ما جاي، حتى السكر زي المخاليق ما جاي. تقول انت الشاي ده مزود تراب ولا طينك ايه؟ يا ريت تراب، يا ريت تراب. دي الشاي اللي كنت مصفيه بالشاش وانتم انا راجل مقاول. ربنا يستر علينا، ربنا يستر على الطومه. قلت لك انا راجل مقاول انا. كل الشاي دي طعم. انا مش قلت لك اللي فيها؟ راجل بصلاة النبي مقاول وعربيتين. ايه اخبار العربيات؟ انا الفقري، كم معلقه سكر حطيتها في الشاي؟ هو في سكر؟ هي نص معلقه حطيناها. اوعى يكون السكر اللي قعدت تعده عد فيه. برضه يا حاج ما انت تعده. هو السكر بيتعدى. امال يعني جايين ليه؟ السكر بودره انت جايبه لي. انتوا جايين ليه عندي في الشغل؟ انا جايبكم، انا المقاول بتاعكم، انطلق نوكل ونشرف فيكم زي ما انا عايز. وين الوكيل؟ وين الوكيل؟ وكيل؟ ان شاء الله هنجيب لكم موكل بس تخلصوا الشغل ان شاء الله. انت نخلص من صدقت ان احنا بنقول لك انت بتجيب لنا وبتجيب لنا. انت يا راجل انت بتجيب شغال تجيب لنا مش في الدوق من يوم ما جينا كان تشتغلوا. الفول كان نخلص منه. جاتنا حصوه من الفول اللي انت جاي. الباذنجان غالي 20 مره في الزيت. اما الباذنجان حلال عليكم انتم. لو انتم شغالين زي الناس معاي هنجيب لكم. لكن اعمل لك فرخه، اعمل لك كلاب حتجيب لها لحمه. اما دلوقتي الكيس بتاع الكلاب اللي جابه لينا ده قدرش يجيب لك كيلو لحمه من الجزار يا اخي خلينا يا اخي. وين؟ اروح نحكي برا. حكي برا وين؟ بالضبط شغال تكتب تقول معايا عماير ومعايا عربيات. طب انا مش منظر واحد مع عماير. انا مشغل. ده منظر واحد في عماير هي ولا في عربيات ولا في برا. برا تطلع برا برا.